قل جزاكم الله خيرا. ماذا أفعل مع زوجتي التي تأخذ من مالي بدون علمي منذ 25 سنة؟ أقول ما دام أنت عارف عنها مدة 25 سنة، يعني أقول هذه مدة طويلة، يعني ما أدري الباقي يكون مثل ذا أو أكثر من هذا. فأنت احرص على، يعني إذا كنت صادقا وأنك يعني ما ظلمتها، وإن كنت ظالما لها في هذا والاتهام فتتق الله عز وجل في نفسك، وإن كنت صادقا فعاملها معاملة طيبة وانصحها، ولا تجعل عندها أموال يعني حتى تعرضها لأخذ شيء منها. والمهم في الأمر أنك تسعى إلى سلامتها وإلى استقامتها وعدم يعني حصول شيء يعني يلحقها ضرر فيه يعني في الدنيا والآخرة، ولا تعنها إذا كنت تعرف أنها يحصل منها شيء، فأنت لا تجعل بيدها شيء.